السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، انا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. عايزه اقول لكم وحشني جدا 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 ودايما بتوحشوني والله. في الاول كده الفيديو ده كنت مصوراه من زمان، بقاله فتره عندي وما نزلتوش، قلت لا يبقى انا لازم انزله كده الفيديو بتاع الجبنه القريش واتكلم معاكم شويه كده على السريع. مبدئيا كده عايزه اقول لكم نتكلم شويه من القلب كده. انتوا وحشني جدا جدا والله العظيم، وكل مره بقول لكم وحشني لانكم بتوحشوني بجد. اول حاجه هنا بحاول اظبط المكان عشان خاطر هجيب شويه فراخ بلدي. كده بنطلب مني فراخ شامورت على طول بلدي ودلوقتي ما عنديش شامورت بلدي الا حاجه قليله قوي، فهتخلص مش هيبقى عندي تاني. فمسكت المكان، نظفت كنسته كله وقلت اجيب شويه تبن نضاف كده واحطهم في المكان. بصوا بقى، انا النهارده عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا. انتوا شايفين الجبنه اللي في اول فيديو دي انا عاملاها جبنه قريش، ودي كمان بعملها زي ما انتوا شايفين كده، لان الجبنه القريش هنا بصراحه يعني تروح تلف على البيوت يمين وشمال عشان تلاقي حد يديكي ب50 جنيه جبنه قريش ولا حاجه، فانا بستسهل وبعملها وبتبقى نضيفه وزي الفل ما شاء الله، يعني كمان احسن ما بتيجي من بره بكتير. بجيب اللبن زي ما هو كده، بدفي الحله دي كده تدفيه بسيطه يا دوبك كده على النار، وبجيب بجيب اللبن زي ما هو طازه او الحليب زي ما هو طازه كده، بيبقى لسه محلوب او حتى لو ساقع شويه مفيش مشكله، وبفضيه في الحله وبسيبه لحد تاني يوم بلاقيه خلاص رب، بقوم حاطاه في التلاجة، شايله الوش بتاعه، واخده شايله الوش وركناه في جنب. يعني ده بيتعمل زبده او سمنه او بتاكليه قشطه زي ما هو كده. فانا بشيل الوش اركنه في جنب. بصوا الكيس ده كان متلج شويه مفيش مشكله، هيفك، الجو حر جدا وهيفك. بقوم ايه ركناه بقى لحد تاني يوم. ما شاء الله، اعمل 5 كيلو، اعمل 6 كيلو على قد ما انت عايزه او على قد ما انت هتاكلي. 5 كيلو. احنا عندنا الحليب هنا ب30 جنيه، الجمسي ب30 جنيه، وده كله جمسي طبعا. والبقري الاتنين ب35 جنيه، يعني 2 كيلو ب35 جنيه. قولوا لي الاسعار عندكم في اي محافظه بقى. يعني انا تبع محافظه الشرقيه، فدي الاسعار عندنا كده في الشرقيه. اللبن الجاموسي ب30 جنيه، واللبن البقري 2 كيلو ب35 جنيه، يعني الكيلو ب17 ونص. تمام. طيب هنا بقى عايزه ايه؟ عايزه اسال كده واتكلم معاكم على حاجه. انا مش طبعا انا بس عايزه اتكلم او اعلق عن حاجه معينه. يعني هي ليه كل الناس بتستكتر على بعضها؟ يعني مثلا ليه لما احنا بنشوف حد بقى كويس او حد ربنا صلح حاله، او حد كان تعبان في حياته وربنا رضاه، ليه ما بنسيبوش في حاله؟ يعني ليه دايما بننتقد فيه؟ ليه دايما شايفينه وحش؟ ليه دايما مستكترين عليه فضل ربنا اللي هو فيه؟ عشان ده فضل من ربنا. بصوا بقى، انا طبعا ما بتكلمش عن نفسي خالص، بس انا كمان بيجيلي دايما يعني في بعض الاوقات بلاقي لي كومنتات كده يعني برضو بتضايق. طيب هنا بس عايزه يعني مثلا واحده زي ام جنى، كلنا عارفين قناه ام جنى او يوميات ام جنى، الست الطيبه اللي بتتعامل بكل تلقائيه وفطر. شفت لها كومنت مثلا، لقيت كذا حد، ناس كتير جدا بتكتب كومنتات بتشتم فيها مثلا. طيب ليه نشتم؟ ليه مثلا نطلع نقول لها ده انت شبع بعد جوع؟ ليه؟ طب هي يعني عشان حكت، عشان قالت ان هي كانت اشتغلت هنا واشتغلت هنا واتبهدلت وشافت عذاب في حياتها في البداية وما كانتش لاقيه. طب ليه يعني ليه مثلا الواحد لما بيطلع يتكلم ليه يعني انا مثلا طلعت قلت انا في حياتي كانت الدنيا صعبه جدا. انا لقيت كومنت امبارح جايلي بيقول لي بيت وما انت اشتريتي بيت او كفايه عليكي، وفي نفس الوقت كومنت تاني على فيديو تاني بتقول لي والله والله ما بدري كيف بتعيشوا بهذا البيت، يعني ازاي بتعيشوا في البيت ده، يعني ازاي قاعدين فيه وازاي عايشين فيه. منين مثلا حد ينتقدني يقول لي انت ما كفايه عليك اشتريتي بيت اهو، انت عايزه ايه تاني؟
ولا حد تاني في نفس الوقت في فيديو تاني او في نفس الفيديو يقول له والله بنعرف نعيش بنفس البيت اللي انتوا عايشين فيه. طيب انا اشتريت بيت، فربنا رزقني وكرمني. طبعا ما كانش عندي، كان عندي شقة، فربنا رزقني واشتريت بيت بقى خاص بولادي. كانت شقة في بيت عيلة، ما يعني ما كانش، لا كان عندي شقة، والشقة دي عملتها بصوا بطلوع روحي يعني. كان في بداية جوازي ما كانش عندي، كنت متجوزة في بيت عيلة، كنت واخدة غرفة واحدة، أوضة واحدة، فاهمين؟ فالحمد لله ربنا اكرمني واشتغلت وتعبت من قبل اصلا نت، ومن قبل السوشيال ميديا خالص، ومن قبل ما ادخل اصلا قناة ولا الكلام ده كله. كنت بشتغل واشتغلت وربنا اكرمني وعملت الشقة وكانت في بيت العيلة، وكنت بصرف على اولادي في الدراسة، والحمد لله لحد ما ربنا فتح لي باب تاني، ان انا يبقى عندي قناة، وان انا ربنا يرزقني منها. خدت من القناة برضو شوية يعني، بصراحة ربنا مش واقفة من يوم ما فتحناها، لا كان ربنا كرمني منها، وكان ربنا رزقني. دلوقتي طبعا انا ما باخدش منها ربح، لكن كان الاول في ما انكرش، ما اقولش لا ما خدتش، لا ما فيش، لا ما عملتش، لا لا انا كنت بشتغل وعملت الشقة من شغلي ومن مجهودي من قبل السوشيال ميديا، ومن قبل ان انا ادخل اصلا على القناة او على صفحة الفيس او على اي حاجة. كنت بشتغل وربنا قدرني، وكنت بربي طيور، وكنت ببيع طيور، واللي ببيعه بشيله على جنب، بشيل على جنب على جنب لحد ما ربنا رزقني وكرمني. وبقيت اجيب الحديد مرة، واجيب الطوب مرة، واجيب مرة، من شغل ومن شقة ومن تعب. طيب عملت الشقة، وكان ربنا كرمني فيها وقعدت فيها والحمد لله رب العالمين. بعد مرمطة، وبعد ما قعدنا في بيوت الناس إيجارات، وبعد ما اتبهدلنا في الإيجار، وبعد كل حاجة ربنا كرمني. ليه ما أقولش دي هي تعبت في حياتها فربنا كرمها؟ ليه دايما أقول مثلا أنا شايفة كومنت لأم جنى كاتبه لها دي أنت شبعة من بعد جوعة، أنت نسيتي أصلك كنت بتشتغل خدامة في البيوت. ليه يعني؟ ليه نهين بعض؟ ليه أقول كلمة أجرح بها حد غيري؟ ليه يعني؟ هي طلعت قالت كنت بشتغل، كنت بعمل، فتقوم انتوا واخدين كلامها، واخدين كلامها ده بطريقة تانية خالص، وتقوموا مثلا تعايروا الست بيه. والله انا شفت الكومنت ده عندها، والله انا زعلت واتضايقت، مع انه عندها مش عندي، بس زعلت. ليه يعني؟ هي طالعه هي ما كانش عندها وما كانش، وربنا فتح لها باب رزق عن طريق القناه بتاعتها وعن طريق صفحه الفيسبوك. خلاص هتقول لا مش عايزه باب الرزق ده، اقفلوه انا مش عايزاه، مش لازمني. لا، ما هي ست تعبانه وشقيانه في حياتها، وربنا فتح باب رزق، زي ما انا تعبانه وشقيانه وكنت بطلع اشتغل وبيطلع عيني، واشتغلت في 50 شغلانه وعملت 50 مشروع، وكل المشاريع دي ما كانتش بتنجح معايا الا لما عملت مشروع الطيور فربنا اكرمني فيه. اطلع اقول لا ده انا مش عامله، لا ده انا ما كنتش، انا كنت طول عمري بنت عز، وطول عمري قاعده في فيلا، وطول عمري مش عارفه ايه، والبيوت دي عندنا، والعربيات عندنا، والكلام ده عندنا. لا، ليه تخلوا الناس تكذب عليكم؟ طبعا انا مش بتكلم على كل المتابعين، لا انا بتكلم على قله من المتابعين. تبصوا تلاقوا كومنت ملوش اي 30 لازمه كده يحرق دم الناس على طب انت استفدت ايه مثلا لما تقول لها شبع بعد جوعه؟ طب انت استفدت ايه لما تقولي انا ما اعرفش ازاي انتوا عايشين في البيت ده؟ يعني انا مش عايزه اقول الكلمه التانية عشان ما اضايقش حد، لكن هي قالتها لي كده، قالت لي والله يعني والله الحيوانات ما بتعرف تعيش بهذا البيت. طيب انا ليه يعني ليه اقول حيوانات؟ ليه اقل من ولاد؟ ليه اجرح الست دي مثلا؟ ليه اتكلم بطريقه مؤذيه؟ ليه اذي غيري؟ ليه انا متعوده اذي غيري؟ ممكن مثلا في ناس الكلمه مش هتاثر فيهم واللي هو عادي، لا بس انا الكلمه ضايقتني، ليه انت تجرحي مشاعري مثلا؟ او ليه انت تيجي عليا؟ او ليه انت تقولي كلمه مش تضايقني؟ طب انا اشتريت بيت، ما هو شراء البيت ده مش بسهوله يا جماعه الخير. يعني ممكن حضرتك قادره وعارفه تشتري ومعاك تشتري، لا غيرك ما يعرفش. ممكن حضرتك قادره ومعاكي وربنا مديكي ومقتدره، لا غيرك لا. انا بالنسبه لي البيت بتاعي اللي انت ما تعرفيش تعيشي فيه، ولا البهايم تعرف تعيش فيه، او المواشي، انا مبسوطه بيه وشايفاه قدامي مملكه، شايفاه قدامي فيلا، شايفاه قدامي مأوى و
ومكان لامم ولادي وانجاز بالنسبه لي إن انا اشتريته. لا ده انا شايفاه حاجات كتير قوي، شايفاه كان حلم بعيد وربنا نولهولي واداهولي في ايدي كده وقال لي حافظه عليه. شايفاه قدامي ان هو مأوى ليا ولولادي، شايفاه قدامي ان هو سند لينا، ان انا اعرف اجوز ولادي واعرف اقول لهم عندكم المكان، كفايه عليكم بقى، هاتوا انتوا الباقي، كفايه عندكم المكان. انا شايفاه بالنسبه لي لم شغلي ولم تعبي فهي الفكره في ليه كسر الخواطر. ليه ليه الكومنتات دي مثلا بتروح لام جنى، دي طالعه تاكل، دي شبه بعد جوع؟ لا، عشان ده ربنا فتح لها باب رزق فلازم تهتم بيه. ايه اللي بيجيب لها مشاهدات اكتر؟ فيديوهات الاكل، فهتاكل عشان تجيب مشاهدات، عشان باب رزقها. تمام، هتاكل عشان تجيب مشاهدات، عشان ده باب رزقها. مش هتاكل عشان هي بتغيظكوا، مش هتاكل عشان هي شبعة بعد جوعة، مش هتاكل عشان هي تربية مش عارفة ايه. لا، ده بتاكل عشان باب رزقها، واخدة شغل. الاكل ده واخدة شغل، ما هو ده مشاهدات، ده الفيديوهات اللي بتجيب لها مشاهدات. فبتعمل الفيديو ده تكلف، وانتوا عارفين طعم اللقمة دي بتبقى في بقها ازاي. ده كانت بتكلمني مرة والله، بتقول لي الأكل اللي بعرضه والأكل اللي باكله والله ما بيبقى لي أي طعم غير طبق الفول ب10 جنيه، والبصلاية اللي لما أجيبهم وأقعد أكلهم بيبقى ليهم طعم تاني خالص. والله الست دي لما كلمتني قالت لي كده في التليفون. طيب أنا مش شبعة بعد جوع. أصل العين مش البق اللي بياكل ويشبع، لا، العين تبقى مليانة. انا طول عمري الحمد لله رب العالمين عيني مليانة، طول عمري عيني مليانة. ما كانش معايا جيب بس عمري ما بصيت لحد، ما كانت ظروفي صعبة عمري ما ميلت على حد وقلت له اديني. كان كان الحال واقف اوقات وكنا قاعدين بالايجار وما كانش معانا وما كناش مقتدرين نعمل اي حاجة حلوة لاولادنا، بس كنا راضيين وحامدين ربنا وبنقول احنا احسن من غيرنا. عمرنا ابدا، انا واحدة من الناس عمري ابدا ما اتبطرت على نعمة ربنا. عمري ابدا ما قلت الحاجة دي ليه يا رب انت مدي للحد ده حاجة حلوة وانا حاجة وحشة. عمري في حياتي ما قلت ليه ده عنده وانا ما عنديش. عمري في حياتي ما جيت قلت دي بتشتغل معاها فلوس وانا قاعده في البيت. عمري في حياتي ما قلت ده دي جوزها بيجيب لها وبيجيب لها بيجيب لها وانا ما فيش حد بيجيب لي. عمري في حياتي. ليه؟ لان عندي قناعه ان ربنا هيديني رزقي وبس. عندي قناعه ان ربنا مقسم الارزاق على قد كل واحد. يعني انت مثلا احسن مني، فاكيد انت ربنا شايفك تعبتي اكتر مني فمديكي اكتر مني. انت اقل مني فعشان كده ربنا شايف تعبي انا اكتر منك فمديني انا اكتر منك. فالحمد لله رب العالمين. انا عمري ما بصيت في رزق حد، عمري ما قلت لحد كلمة طحنت خاطره. يعني هو طحن الخواطر مش زعل، لا ده بيطحنوا خاطر الواحد. عمري في حياتي طول عمري بجبر خاطر الناس وبتكلم في جبر الخواطر واللي في ايديا مش ليا، وطول عمري شبعانة، عمري ما بصيت لحاجة في ايد حد، وطول عمري عيني مليانة. فربنا وحده اللي بيرزق. ليه انا اقول كلمة اشيل عليها ذنب؟ يا ست اعتبري ان انا وحشة وفيا. خليكي انتي احسن مني، خليكي انتي ما تقوليش كلمة تشيلي عليها ذنب او تقولي كلمة تزعلي